تعالى تعالى، تعرف تحل اللغز ده؟ لغز عجيب هيخلي مخك يشتغل. تخيل ان انت محبوس في اوضه، والاوضه دي فيها بابين. باب يخليك تتعدم، وباب تاني يخليك تاخد حريتك. ها لا طبعا مش هروح افتح باب الحريه وامشي. ليه؟ عشان في قواعد. طالما دخلت الاوضه دي هيبقى في قواعد. ايه هي القواعد؟ القاعده بتقول ان كل باب عليه حارس واحد بس. واحد صادق في كل كلامه، وواحد كاذب في كل كلامه. وانت ما تقدرش تسأل غير سؤال واحد بس لأي واحد فيهم. يا ترى هتسأل ايه عشان تعرف انهي باب هو باب الحرية؟ ها فكرت؟ طيب هساعدك. حل المعضلة دي ان انت هتروح لأي حارس فيهم وتسأله سؤال واحد بس. ايا كانت الإجابة بتاعته هتختار عكسها. الله، مش فاهم؟ تعال افهمك. طيب السؤال ده هيبقى ايه؟ انت لو رحت لاي حارس فيهم هتساله، هتقول له لو انا سالت الحارس التاني فين هو باب الحريه، هيرد عليا يقول لي ايه؟ طبعا انت متعرفش مين فيهم الحارس الصادق او الحارس الكاذب. تعال نفترض ان السؤال ده توجه للحارس اللي ما بيكذبش، الحارس الصادق. وانت سالته قلت له لو انا سالت صديقك ايه هو الباب بتاع الحريه، هيرد يقول لي ايه؟ فطبعا الحارس الصادق مش بيكذب، فهيبقى عارف ان الحارس الكذاب بيكذب، فطبعا هيقول لك على الباب اللي هو بتاع الحارس الكاذب، يبقى ده الباب الغلط، فهتروح عكسه. طيب لو بقى كنت بتسأل الحارس الكاذب، فطبيعي الكاذب هيقول لك الباب الغلط، فبديهي هتختار الباب التاني. وبكده يبقى إجابة السؤال بتاعك أيا كان هو مين الحارس اللي اتسأل، هتروح على الباب اللي عكسه.